السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتزت بلدية حد السوالم زوال يوم الأحد 30 نونبر على وقع فاجعة إنسانية مؤلمة أغرقت السكان في حالة من الذهول والصدمة بعد العثور على أسرة مكونة من زوج وزوجة وابنهما جثثا هامدة داخل منزلهم بحي منزهش قرب السوق الأسبوعي في ظروف غامضة لا تزال ملابساتها الحقيقية غير معروفة إلى حدود الساعة. وتفيد المعلومات الأولية بأن الجيران لاحظوا غياب الأسرة بشكل غير مألوف لعدة أيام، متزامنا ذلك مع انبعاث روائح كريهة من داخل المنزل، ما أثار الريبة والخوف في نفوسهم، ودفع أحدهم إلى إخطار عون السلطة، الذي سارع بدوره إلى إشعار مصالح الدرك الملكي. وبعد وصول السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والمركز الترابي للدرك الملكي، تم طرق باب المنزل عدة مرات دون تلقي أي رد. وبعد استشارة النيابة العامة، تم الحصول على الإذن لاقتحام المنزل، ليجدوا داخله مشهدا صادما: جثث الأسرة الثلاثة ممدودة وصاحبوها قد فارقوا الحياة في صمت مروع. مصادر ميدانية رجحت افتراض وقوع حالة اختناق بسبب تسرب غاز البوطن المتصل بسخان الماء الشوفو، في انتظار التقرير الرسمي للطب الشرعي والشرطة العلمية، اللتين حلتا بالمكان لجمع الأدلة وفتح تحقيق دقيق لكشف ملابسات الواقعة. كما تم نقل جثمان الضحايا إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات لإخضاعهم للتشريح الطبي. هذه الفاجعة أعادت مرة أخرى النقاش حول مخاطر سخانات الغاز داخل المنازل، خصوصا في فصل الشتاء، حيث تزداد حالات الاختناق بسبب غياب شروط السلامة والإهمال، مما يحول لحظة غفلة إلى مصيبة لا قبل لأحد بتحملها. وفي الختام، ندعوكم لدعم القناة والاشتراك فيها تشجيعا لنا على تقديم مزيد من المحتوى الجيد والموثوق. شكرا لمتابعتكم.